الفوتوغرافيا مش مجرد صورة بناخدها بالكاميرا. الفوتوغرافيا عبارة عن خبرات حياتية بنعيشها أو بنسترجع ذكريات مش عارفين نعيشها في الوقت الحاضر. ازاي بعنينا بنعرف نشوف الصورة قبل ما نصورها بالكاميرا. عشان كده الناس اللي بتدرس تصوير ما بيتقالش عليها مدرسين، بيتقال عليهم منتورز أو جوروز. الفوتوغرافيا كانت سبب إن أنا أسافر بلاد كتيرة قوي، وكانت سبب كمان إن أنا يحصل عندي معايشة لثقافات كتيرة حوالين العالم. الموضوع ده أثر أصلا في شخصيتي وفي تجربتي الحياتية، بقت من أمتع الحاجات اللي بحب أعملها. معظمنا عنده خلط بين حاجتين، إن هو يمتهن التصوير الفوتوغرافي وإن هو يوصل للمستوى المحترف في العلم. فإذا لازم يبقى فيه علم عشان نعرف ناخد الصورة زي ما شايفاها عنينا بالظبط. إزاي بنشوف، إزاي بنختار الشوت، ده مش بنعرف نعلمه، ولكن بنعرف ننميه على مستوى المهارة. الفرق بين الاتنين هو العلم فقط. أنا من الناس اللي بتحب تشارك المعلومة كاملة جدا جدا. الورشة من أهم الحاجات اللي بتعلم التصوير الفوتوغرافي، لأن الجانب العملي مهم قوي. ممكن نقرأ المعلومة نظري، ولكن مهم قوي المصور المحترف بيعملها ازاي في الاستوديو. أنا خالد أبو الدهب في بلاك اند وايت أكاديمي.